اللي عايزه تخس زي حالاتي كده بقى تركز معايا كويس قوي وتفضل سايبه الستوري ما تقلبوهاش. انتوا عارفين احنا لو فضلنا ناكل بالليل ونهبل ونعمل ونطلب اكل من بره والكلام ده زي ما انا بعمل لحد دلوقتي، هنخرج من الشتاء قنابل، مش هنعرف نمشي على رجلينا من كتر احنا قنابل. ده معناه ايه؟ معناه احنا نلم نفسنا، معانا كوبايه ميه كبيره دايما نبقى عايزين بنشرب منها. عايزه اقول لكم على حاجه، انا بقالي فتره انا بهبل في الاكل، بس الاكل اللي هو الغدا والفطار وكده. لكن الشيبسيهات والبسكوتات والشوكليتس والحاجات دي بقى بالليل عايزه اكلهم جدا. بس هل انا عندي في البيت؟ لا، انا بقالي اكتر من شهر انا منعه نفسي لما بجيب اي حاجه من السوبر ماركت بشوف قدامي الحاجات اللي انا بحبها ما بجيبش، عشان عارفه ان انا بالليل هضعف. فما تخلوش نفسكم تضعفوا الحاجه قدامكم اصلا، ما تجيبوش حاجه غلط، ما تجيبوش حاجه تبقوا مضطرين تاكلوها عشان هي قدامكم، لا. ميه طول الوقت طول الوقت جنبنا. ما نحرمش نفسنا من حاجه، ناكل نفطر ونتغدى كويس، وفي العشاء مش لازم نتعشى. عايزين نتعشى ناكل واحده زبادي، ناكل علبه تونه، ناكل اي خضار متقطع. عايزه اقول لكم انا بحب قوي اكل اللي هو خيار وجزر وطماطم والكلام ده، بيشبع في نفس الوقت ما بيتخنش، في نفس الوقت خضار حاجه لذيذه. اشربوا اعشاب كتير، الاعشاب كويسه قوي، ينسون ايه اعشاب ايه تاني، مره واحده طبعا شاي اخضر في اليوم مش اكتر من كده. قصدي ان الاعشاب عموما ميه كتير بتخش جسمكم، وفي نفس الوقت بتملى بطنكم فتخليكم مش عايزين تاكلوا، وفي نفس الوقت برضو احنا بنحمي نفسنا من البرد يعني، فاشربوا حاجات سخنه على قد ما تقدروا. فبجد والله العظيم يا جماعه هي اراده، ما ينفعش ارادتنا تبقى ضعيفه. انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما اقوله لكم انتوا اصلا. بقى بجد الجمله اللي انا مقتنعش بيها غير لما بتحصل معايا بجد، ان الانسان بيشبع من اي حاجه. يعني انا لو قمت عملت طبق اندومي كبير كده هاكله وهشبع صح، بس لو قمت عملت طبق تونه بالطماطم والفلفل وزبادي مثلا ولا جبنه قريش ولا اي حاجه انا هشبع. طب ليه بنستسهل ونروح للحاجه الغلط، الحاجه اللي مش مفيده؟ انا عارفه ان هي بتبقى حاجه مغريه اكتر، طعمها احلى ألذ، بس خلينا نشغل دماغنا على جسمنا بجد. فانا معاكم طول الشتاء ان شاء الله، هبقى بشجعكم ان احنا ما ناكلش اي كلام، ما نهبلش، عشان انا اجدع واحده في الدنيا بتهبل في الشتاء بجد. فان شاء الله ان شاء الله نقدر على قد ما نقدر نعمل اي حركه في اليوم، اي حركه. انزلوا السلم واطلعوا سلم العماره، اطلعوا اتمشوا على اول الشارع وارجعوا. اي مشوار عندكم حاولوا تمشوا، ما تركبوش. لو حاجه صغيره اعملوا تمارين في البيت، اي حاجه بس المهم تعملوا حركه. فضفض معاكم شويه. شفتوا عرب's Got Talent ولا لا؟ اللي هو الجديد اللي هو فيه باسم يوسف. انا بحب باسم يوسف على فكره قوي، بس بجد السيزون ضعيف قوي. اولا يعني احنا كل ما حد فينا يتفرج على البرنامج نلاقي اجانب. طب هو ليه اسمه عرب's Got Talent؟ ليه عربز؟ ليه؟ ما هو عربز يعني ناس عربيه، كلهم اجانب. وكل ما يجي حد اجنبي يقول اصلا انا خالتي معرفش جنسيتها ايه، اصلا انا مامتي الله يرحمها كانت عندها جنسيه ايه، اصلا انا حد من قريب زمان كان عايش في دبي. طب ليه؟ طب بجد ما في American Got Talent، في برامج تانية. فانا مش حاسه ان انا بتفرج على عرب اصلا، بتفرج على اجانب بس. ده رقم واحد، حاجه سخيفه قوي. تاني حاجه، انا حاسه ان التالنتس، طبعا مش بقلل من تالنت بتاعت حد، بس قصدي حاسه ان الاجزاء اللي فاتت كانت احلى بكتير، واحمد حلمي كان نفسي يكون موجود بصراحه في الجزء ده. انتوا رايكم ايه؟